السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما نحن نسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق، وبتوفيق من الله عز وجل. أنا على كل حال مانيش موالف نعرض حالات الشفاء اللي عندي، مانيش موالف نعرضها، يعني ماشي غير من اليوم، من مدة، يعني من زمان عندنا حالات شفاء وما نعرضوهاش. ولكن هذا الشخص ألح عليا، قال لي يا أستاذ ماذا بك يعني تنشر الحالة تاعنا. المهم هذا كان عنده نقص في الحيوانات المنوية، عنده تشوهات إلى غير ذلك، مدة ربما 8 سنوات أو 7 زواج. ربي وفقه ولله الحمد، والله عز وجل كرمه، وراه زوجته راهي بالحمل في شهرها الأول، وهذا بتوفيق من الله عز وجل. الحمد لله الذي كنا مفاتيح للخير ما غلق للشر. يعني نسأل الله عز وجل أن يكثر ذريته، وأن يصلح أحواله، وأن يعني يجعله ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم، وفي يعني في موضع واحد آخر: مكاثر بكم الأمم. إن شاء الله عز وجل يكون هذا الولد صالحا بارا بأبيه. لذلك إخوتي في الله، نسأل الله عز وجل أن يرزق كل محروم من الذرية، وأن يشفي كل عليل، وأن يصلح أحوال المسلمين والمسلمات. نسأل الله التوفيق في الدارين الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.